كافيه، عايز يبقى عندك كافيه تاني. طيب انت غير قادر ماديا ان انت يبقى عندك كافيه تاني، هل هينفع ان انا في مرحله من المراحل اعمل فرانشايز فايل؟ ممكن ان انا ادور على مستثمر يبني لي الفرع الثاني والثالث والرابع، بس امتى؟ لما يبقى عندي فيه براند. ارجع لكم تاني ونتكلم عن الاداره الثالثه. الاداره الثالثه دي يا جماعه احنا حاجه مهمه جدا، تطوير الاعمال. انت عايز تروح فين؟ انت فكرت واحد بيفتح الكافيه يقول لك ان شاء الله انا هفتح كافيه وبعدين يبقى عندي مجموعه كافيهات وبعدين يبقى عندي تشين ويبقى عندي فرانشايز واطلع بره وافتح في السعوديه وافتح في الامارات وافتح في امريكا وافتح، ربنا معاك طبعا. بس انت فكرت ازاي هتبقى بتعمل كده؟ فكرت ازاي هيبقى بتطور الاعمال؟ انت وانت بتفتح الكافيه بتاعك النهارده او انت بتفتح المحل بتاعك النهارده او انت بتفتح المشروع بتاعك الصغير النهارده، لازم تبقى عندك خطه لتطوير الاعمال، مش عشان تنفذها بكره، مش هتقدر تنفذها بكره، بس عشان خاطر تبقى كل الخطوات اللي انت بتعملها من اول يوم لحد ما توصل للمرحله اللي انت تفتح فيها الفرع الثاني قائمه على ساينس، قائمه على علم، قائمه على حاجه ليها علاقه باني انا فاهم المشروع ده بيكسب كام، بيخسر كام، والمكاسب اللي بتخش فيه دي راح فين، وهل انا هبقى بحوش المبالغ ديت، او هل انا هقدر اطلب بعد كده قروض، هل انا هطلب بعد كده شراكات مع مستثمرين تانيين او شراكات مع شركات تانية عشان نقدر ان احنا بنكبر المشروع بتاعنا. تطوير الاعمال ده مهم جدا 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 في اي بيزنس مهما كان صغير، مش مهما كان كبير، مهما كان صغير. كل ما كان المشروع بتاعك صغير انت لازم تهتم بتطوير الاعمال اكبر. بالمناسبه الشركات الكبيره زي ابل، زي سامسونج، زي اكبر الاسماء اللي موجوده في العالم عندهم ادارات قويه قويه لتطوير الاعمال. طبعا مش تطوير الاعمال ده عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه ان احنا بنطور الاعمال فبنخلي الايفون الجديد احسن من الايفون القديم ولا السامسونج الجديد احسن من السامسونج القديم. انا قلت الاسمين عشان ما تقولوش اعلانات، لكن لازم نبقى احنا فاهمين ان تطوير الاعمال ده ملوش علاقه خالص خالص بان الجهاز هيبقى البروسيسور بتاعه احسن ولا الكاميرا افضل وبتاع، لا. الشركه هتروح فين بعد كده؟ الشركات دي بتبدا تخش في بيزنس اكبر بكتير، تخش في الاقمار الصناعيه، بتخش في تصنيع البروسيسور او الهاردوير، بتخش في تصنيع السوفت وير اللي بينزلوه على الاجهزه بتاعتهم، وبينقوا كويس جدا جدا ايه السوفت وير اللي ممكن يبقى بيشتغل على التليفونات دي وما يشتغلش على التليفونات دي. بيهتموا جدا بتطوير الاعمال والسكيورتي عشان ما حدش يبقى بيقدر يهاك المعلومات بتاعتك على الجهاز وهكذا. دي الشركات الكبيره. انا كشركه صغيره ولا انا كشركه متوسطه، ازاي ما يبقاش عندي فيجن؟ ازاي ما يبقاش عارف انا هعمل ايه بكره؟ ازاي ما يبقاش عارف امتى هفتح الفرع الثاني او ازاي هفتح الفرع الثاني او منين الفلوس اللي هفتح بيها الفرع الثاني؟ تطوير العمل ده مهم جدا من اول لحظه بتفتح فيها او بتفكر فيها ان انت تفتح بيزنس. الخطوه اللي بعد كده امتى؟ حتى لو الخطوه دي بعد 6 شهور، حتى لو الخطوه دي بعد سنه، ابدا النهارده وقول ان انا ان شاء الله بعد 6 شهور هكون قادر ان انا افتح الفرع الثاني. لو بقت 7 شهور على فكره ما حدش هيحاسبك، يعني مش هنيجي نقول على فكره انت قلت لنا 6 وبقوا 7، لا. انت بتسعى وبتعمل اللي عليك لما تلاقي يبقى في مارجن، لان الخطه بتاعتك اتحركت شويه، ده مقبول في عالم البيزنس مش غلط، خصوصا لما البيزنس بتاعك يبقى شخصي وانت اللي بتكبره بنفسك، فانت اللي تعبان عليه وانت اللي شقيان عليه. ثق تماما ان خطه تطوير الاعمال مهمه جدا من اول لما بتفتح. ايه اللي هتعمله بكره؟ المشروع بتاعك ده هيروح لحد فين؟ انت كافيه، عايز يبقى عندك كافيه تاني. طيب انت غير قادر ماديا ان انت يبقى عندك كافيه تاني، او المصروفات اللي بتصرفها هنا عاليه جدا واللي بيجي لك الدخل يا دوبك على قد بتغطي المصروفات وبتاكل وبتشرب منه، هل هينفع ان انا في مرحله من المراحل اعمل فرانشايز فايل؟ فرانشايز فايل ده هيبقى بالمناسبه حلقه لوحدها هنقدر نتكلم فيها. فرانشايز فايل ده يعني انا واصل ان انا مرحله ان مهتم بالناس بتوعي قوي، الناس فهمت ان انا القهوه بتاعتي اعظم قهوه في الدنيا، الاكل بتاعي احسن اكل في الدنيا، بس انا غير قادر على ان انا احوش كفايه على ان انا اطلع بره. فممكن ان انا ادور على مستثمر يبني لي الفرع الثاني والثالث والرابع، بس امتى؟ لما يبقى عندي فيه براند، لما يبقى في عندي علامه تجاريه انجح في ان انا ابنيها، تصبح بعد كده يحولوها الجماعه اللي زي حالاتنا كده لحاجه اسمها فرانشايز فايل. يبقى انا بيجي حد يستثمر ياخد مني الفرانشايز فايل ده، يروح هو يفتح في مكان تاني في محافظه تانيه في بلد تانيه عشان يستغل سلسله النجاح اللي انا حققتها، ويبقى بيتعامل بنفس اسمي والكواليتي ستاندردز او بالمواصفات الفنيه والمواصفات الجوده اللي انا بشتغل بيها سواء هنا او هنا. ثقوا تماما تطوير الاعمال ده مهم، لا يقل اهميه عن كل العوامل اللي احنا شرحناها قبل كده.
وانت بتشتغل، حتى لو انت ما عندكش فريق يشتغل على البيزنس ديفلوبمنت او يشتغل على تطوير الاعمال، انت تقدر تقوم بالموضوع دوت في البدايه. تقدر بعد كده تطلب من ناس تكون فريلانسر او من شركات تكون صغيره. فكروا معايا يا جماعه ازاي اكبر مشروعي، ازاي ان انا ابقى بحوش فلوس كويسه، وهل انا احسن لي افتح فروع تانية، ولا انا اعمل فرانشايز، ولا ادخل معايا مستثمرين، ولا اعرض اسهم بتاعتي في البيزنس بتاعي ان انا اكبره. كل دي خطط لتطوير الاعمال لازم يساعدك فيها محترفين، علشان خاطر تبقى قدر المستطاع فاهم البيزنس بتاعك ده بعد سنه رايح فين، بعد 3 سنين رايح فين، بعد 5 سنين رايح فين. ده مشروعك ومكسبك وفلوسك وشقاك وتعبك. لازم تفكر في مستقبلهم زي ما انت بتفكر هنفتح المحل في انهي منطقه، لا المنطقه دي سكنيه اكتر، لا المنطقه دي فيها شركات اكتر، وهكذا. فكروا كويس. مهم جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من البيزنس بتاعكم. شكرا، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.